يخرب بيتك يا امين. حمام علينا خمسة من قدام. birthday to you حبيبي. birthday to you حبيبي. الحياة الليلية في دهب. دهب ليها طابع ليلي خاص ومعروفة بحفلاتها. في الفيديو ده هتعرفوا الحفلات والأماكن اللي ممكن تروحوها بالليل، فتابعوني وكملوا الفيديو للآخر وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. ويلا بينا. أول حفلة وهي حفلة جبل الطويلات، دي بيكون عبارة عن فقرة رقص شرقي وفاير شو والتنورة ورقصة الغوريلا، وبيطلع حد يغني أو يعزف. مش حلوة قوي، ده رأيي اني اروح تاني. لا مش يعني تجربة مش هجربها. سعرها بيكون تقريبا 200 جنيه وبتختلف من جايد لجايد. التجمع بيكون حسب الجايد او المكان اللي انت موجود فيه. الجايد بيكلمك وبتتحركوا تقريبا ما بين الساعة 8 للساعة 9 تقريبا. تاني مكان معانا وهو وادي ستارز، وده كان اكبر جدا من توقعاتي بصراحة. من اول ما قعدنا لحد ما خلصنا واحنا كنا مبسوطين جدا وحوالينا النار وقاعدين نغني مع بعض كانوا بيقدموا لنا شاي بدوي هي مره واحده. كان لذيذ يعني، مش احسن حاجه ولكن كان لذيذ. بعد ما الحفله دي بتخلص بتطلعوا تعملوا هايكنج على جبل من الجبال اللي موجوده هنا، او تقريبا نفس الجبل كل مره بتطلعوه يعني. بتشوفوا دهب كلها من فوق. لو معاكم تليفون حلو بتتصور صور ليليه جامده جدا. سعرها برضو بيختلف، ولكن انا طلعتها ب 140 جنيه. وبرضو التجمع بيبقى على حسب مكانك وعلى حسب الجايد تاور اللي معاك، بيقول لك المواعيد وبتظبطوها مع بعض. تكون برضو في نفس الحدود دي من 8 ل 9. برضو حاجه ما جربتهاش هناك وهي ان ممكن تطلعوا سهره شوي في اللاجونه. بتكون حلوه كتير قوي، ناس شكروا فيها وبتشوفوا جايد بس هو بيظبطها لكم يعني. نفس الجايد اللي طلعتوا معاه الرحلات الجايه او الرحلات اللي هتطلعوها ممكن يظبطها لكم عادي، ما فيش مشكله خالص. القعده على البحر جامده جدا. ممكن تختاروا بالليل كده كافيه من على الممشى وتطلبوا منه المشروب اللي بتحبوه وتقعدوا على البحر، هتتبسطوا جدا. لازم تجربوها برضو، خصوصا ان هناك يعني انت منك للبحر على طول، مفيش اي صدادات او حواجز ولو حبيت تنزل او تحط رجلك في الميه كده تدلدلها فعادي جدا. من اي كافيه ممكن تقدر تعمل كده بالليل او بالنهار، ولكن قعدة بالليل بتكون استجمام اكتر يعني. اما بقى لو انتوا بتحبوا الفرهدة يبقى لازم تجربوا جبل موسى وتطلعوا تشوفوا الشروق من فوق. بتطلعوا اكتر من 5 أو 6 ساعات صعود على جبل وطريق غير ممهد، فلازم تكونوا فعلا يعني قد التحدي ده، خصوصا ان في 750 سلمة. يا لهوي فرهدة فرهدة بجد يعني. فكروا كويس قبل ما تروحوا. بتروحوا هناك ازاي؟ بتتجمعوا برضو
برضو على حسب الجايد، كل واحد في مكانه، وبعدين عربيه بتوديكوا لحد هناك وبترجع تاخدكوا تاني، وبيكون معاكوا جايد بدوي بيطلع معاكوا في تقريبا حوالي 7 استراحات هناك. بتقفوا في كل استراحه بالليل وانتوا طالعين تريحوا 10 دقايق مثلا او 5 دقايق، ولكن نصيحه ما تريحوش كتير علشان جسمكم لو برد مش هتقدروا تكملوا يعني. وفي جمال هناك لو مش قادرين تكملوا، الجمل اخره 750 سلمه، مش بيعرف يطلع السلالم طبعا، وسعره بيقول لك 800 850، فانت فاصل معاه لحد 500 جنيه. فاول ما تطلع هيقول لك لا، بعد تاني استراحه هيقول لك قشطه عادي يعني. فانتوا فاصلوا لحد ما توصلوا لحد السعر اللي يناسبكم 500 600. هسيب لكم رقم الجايد اللي انا طلعت معاه، كان ارخص من ناس كتير قوي سالنا معاهم ومن شركات السياحه نفسها اللي احنا طالعين معاها، فهسيب لكم الرقم لو حابين تحجزوا معاه. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، ولو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه. سلام. يخرب بيتك يا امين. حمام علينا خمسة من قدام. birthday to you حبيبي. birthday to you حبيبي.